مساء الخير حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب كده تكونوا بألف خير. هنعمل بقى كده النهارده أكلة حلوة، يا رب ان شاء الله كده تعجبكم. أكلة يعني كده حلوة وسهلة، يا رب تعجبكم ان شاء الله. بصوا بقى، انا هعمل تتبيلة البانيه، بس هعملها بطريقة بصراحة بتبقى حلوة جدا وطعمها جميل كده ومقرمشة وحلوة. اقول لكم على المكونات اللي بتتحط. بصوا هنا طبعا تتبيلها في الطبق ده، معايا بيضتين اهو، بيضتين اتنين، عشان طبعا يطروا البانيه ويدوا ايه كفر عالي كده شويه. هربهم كده. بصوا الليمون بقى اهم حاجه في خلطه البانيه دي، الليمون ده بقى بيودي البانيه كده في حته تانية خالص، خليه مقرمش وناشف بيبقى حلو جدا، والكفر بتاعه بيخليه حلو جدا اهو. بصوا شويه ليمون حلوين بصراحه، انا بحب الليمون كتير في السمك والبانيه، يعني قد كده 5 ليمونات مثلا. طبعا وشوية لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللبن مهم برضو في البانيه، بس انا بزيح القشطة. ومعايا بقى بصوا التوابل بتاعتي، معايا توم باودر، ومعايا بصل باودر، ومعايا فلفل اسود، ومعايا كاري. الكاري ده بقى اهم حاجة في المقليات، اعتمدوه في المقليات. يعني مثلا اعتمدوه في وانتوا بتقلوا سمك، طبعا لا غنى في قلية السمك وتتبيلة السمك بالكاري. مع البانيه، مع البفتيك، مع بصوا يعني بصراحة الكاري بيفرق جدا في المقليات. وهتقولوا لي بقى التوابل محجرة كده ليه؟ عشان أنا بحط كل التوابل في الفريزر، مش في التلاجة كمان على فكرة. يعني أنا عندي شنطة التوابل كده كلها حطها في الفريزر، عشان بتبقى كمية توابل كتير، فهي طبعا بالطبيعي بتبقى بصوا محجرة. فانتوا بقى جربوا الكاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى بكل التوابل اهي. الكاري بيفرق جدا 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 في المقليات، والله يعني عن تجربة، يدي طعم حلو جدا زي الأكلات بتاعت بره. وبصوا بقى، عندك أي صوص، ده صوص باربيكيو، عندك كاتشب، عندك صوص باربيكيو، أي صوصات بقى عندك انتي، حسب بقى ايه اللي موجود عندك انتي، أي صوص عندك حطيه في تتبيلة البانيه، بيدي طعم حلو جدا 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 على فكرة. بصوا بقى هنا الصوص اهو، هنحط شويه يعني على حسب بقى انت طبعا ايه، انت شايفه طبعا المقدار اللي بينزل، ما تكتريش طبعا، على حسب الكميه. يعني طبعا كل ما بتكون الكميه كتير بنزود شويه. وطبعا انا هحط شويه شطه، بس الشطه دي حاميه علشان يبقى سبايسي شويه. بصوا شويه شطه حلوين كده، لان البانيه بيبقى لازم يبقى سبايسي شويه. بصوا بقى، انا دخلت كل كده المكونات في قلب بعضها، واجيب بقى البانيه عشان احطه في التتبيله. طبعا انا بمسك البانيه اغسله واحطه في مصفى الصفا عشان ما ينزلش الميه. بصوا بقى التتبيله تقيله ازاي، بصوا تتبيله تقيله طبعا من الصوص اللي انا حطيته اهو. غسله البانيه كويس. بصوا نحط بقى كل البانيه كده في التتبيله، طبعا عشان هي بس كميه كتير شويه، احطه في التتبيله بقى واسيبه شويه. بصوا بقى هنا الكفته، هعمل كفته كمان جنب البانيه. الكفته بقى بصوا هي بس ساحت شويه علشان انا مطلعاها من بدري، بس هحط عليها فلفل اسود بس، مش هحط عليها اكتر من كده، فلفل اسود وملح. لاني انا لما يعني بخلي الجزار بسم الله الرحمن الرحيم، بخلي الجزار يفرم فيها البصل. يعني انا بخلي الجزار يفرم فيها البصل والتوابل وجوز الطيب وكله، مش بجيبها منه كده يعني اخدها منه كده، لا انا بخليه يفرمها. وهو تقريبا كمان بيحط فيها ماده كده علشان ما تفكش، فانا بجيبها منه جاهزه كده على طول. بحط بس فلفل اسود، اخدها بقى طبعا هصبعها واسيبها شويه في الفريزر علشان هي بس سايحه شويه. ونعمل بقى يلا الرز البسمتي. صبعتها، وبعد ما صبعتها بصوا هحطها على النار كده اهو، بس هوطي عليها بقى خالص. جميلة جميلة هوطي جميلة عليها، مش هحط عليها اي حاجه دلوقتي لما تنزل ميتها. بصوا بوطي بقى عليها كده واسيبها بقى على النار.
تنزل ميتها. بصوا بقى هنا هعمل الرز البسمتي. طبعا ايه الرز البسمتي بقى شويه زيت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لان الزيت مهم فيه، بيفلفله جدا. طبعا شويه سمنه عشان يدينا طعم حلو. وادي شويه سمنه بلدي اهو. نحط بقى ايه معايا، اللهم صل على النبي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ورقتين لورا، وهحط برضو عود قرفه معايا اللي هو اللومي دوت. حط 2 3. بصوا هو في ناس بتفتحه وفي ناس بتحطه سليم، بس طبعا انا ما بحبش افتحه لانه بيتكسر في الزيت يعني وكده، وبيطلع فتحات صغيره. انما لما نحطه سليم كده احسن. بصوا هحط كمان كام حبهان كده يخليه حلو برضو. وطبعا شويه قرنفل. القرنفل ده بيفرق جدا في الرز البسمتي اهو. معايا بقى انا بصوا بصلايه اهي، بس انا بحب اقطعها كبيره شويه عشان بتخلي الرز مسكر. احط بقى كده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب البصله بقى تدبل، وبرده هحط توابل تاني، بس هسيب طبعا البصله تدبل شويه. البصله دي مقطعه معايا هنا. بصوا طماطم معايا. بصوا كام قرن فلفل كده هحطهم معايا. كيس صلصه برضه هنجيب دي كله اهو. الرز البسمتي بقى طبعا انا ما بغسلوش، انا بجيبه كده يعني من طريقه، يعني من مكان حلو كده. يعني مثلا الشركات المعروفه النضيفه اللي هي بتبقى غاسله الرز اصلا، وبيبقى مكتوب اصلا على الكيس ملوش داعي للغسيل، حطوا مكعبين منه. فانا ما بغسلوش لان انا لو غسلت الرز البسمتي هيعجن معايا. انا ما بحبش اغسل الرز. الريحه بقى مش قادره اقول لكم، طبعا حلوه جدا جدا. بصوا احط بقى ايه شويه فلفل اسود، شويه فلفل اسود كده حلوين، بس ما نكترش اكتر من كده توابل. واحط طبعا الملح. طبعا انا معايا اللون دوت اللي بيخلي الرز اصفر اهو. ده بجيبه من اي عطار، رخيص جدا ب 10 جنيه. اللون اللي هو بودرة الكركم ده ولا لا؟ اه بودرة الكري ولا الكركم؟ لا ولا كري ولا كركم، بودرة زعفران. واحد بينسى. حواليا شوية ناس كده منسيني لهيني. دي بودرة زعفران، بنجيبها من اي عطار طبعا عشان تلون لنا الرز. وطبعا بقى لو عملنا بالرز الاصفر اللي هو بتاع الرز الاصفر، الرز الابيض قصدي، اللي هو اللي بالياسمين ده بقى طبعا بيبقى حلو جدا. بس هو الوقت طبعا سعره عالي قوي، معظم الناس ما بقتش تجيبه. حطيت الرز هنا اهو معايا اللون دوت. بحطه في كوبايه كده وانا بسخن ميه اهو. باخد شويه ميه سخنه بسم الله الرحمن الرحيم وادوبه كده، وهنزل بيه كده وهنزل بالميه على طول. طبعا انا محتاجه ميه تانية، هكمل الميه ونشوف بقى. خلاص انا بقى عامله بقى معامله الرز العادي اللي هو بزوده الميه، وبعد ما يشرب الميه بحطه ايه على نار هاديه. هزوده ميه، حطيت له الملح بقى وكل حاجه اهو. احطه بقى فين على نار هاديه ان شاء الله لما يغلي. بصوا بقى هنا انا طبعا سخنت الزيت، هنقلي عادي بقى مفيش اي حاجه. وبصوا البانيه اهو. طبعا انا باخده بحطه في الفريزر شويه علشان ما يفكش. ده كان في الفريزر. بصوا مسك نفسه اهو. هنقليه بقى في الزيت. وادي الرز اهو، وادي الكفته اهي. ان شاء الله بقى ما نخلص خالص هنشوف ايه شكل الاكل بتاعنا يبقى جميل ازاي.
بصوا بقى ايه يا جماعه هنغرف. بصوا الصينيه بتاعتنا الحلوه دي اهي. بس كده بس عشان ايه الشكل يبان. هجيب بقى الرز. بصوا الرز طبعا ايه. طب انا هاخدها منك ازاي؟ بصوا حله الرز. بصوا بقى الرز عامل ازاي، مفلفل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. مفلفل طبعا علشان حبه الزيت اللي بنحطهم، لان لو الزيت مش موجود طبعا مش هيبقى مفلفل كده. ادي الرز اهو. بصوا بينزل في الحله مش لازق خالص اهو. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. سخن طبعا نار. وهننزل بعد كده بالكفته فوق الرز عشان الرز ايه يتشرب من السمنه بتاعت الكفته. بس انا مش عايزه ايه اهو. الاكل طبعا سخن يا جماعه، فطبعا انا ايه الكفته طبعا مستويه والفحمه عليها، وطبعا ايه حلوه جدا وريحتها حلوه. مش قادره بقى اقول لكم على ريحتها. ما شاء الله الاكل ريحته حلوه طبعا. لو جيتوا بقى وقفتوا معايا والله مش قادره اقول لكم على الريحه. طبعا سخن. انا بس هقسمه لان في ناس مش هتقدر تقعد في الارض، هياكلوا ايه وهم طبعا قاعدين فوق، وفي شويه هيقعدوا في الارض اهو. البانيه بقى بتاعنا الحلو الجميل برضه اهو. بصوا البانيه عامل ازاي كريسبي. حطوا كله بقى في قلب الصينيه اهو. بسم الله. البانيه مقرمش طبعا عشان ايه الليمون انا قلت بيقرمش، بيخليه مقرمش جدا ومش طري اهو. وادي شويه الشيبس برضو اللي طلع. بصوا استنى يا توت. بصوا الشيبس اهو. بصوا ايه رايكم بقى؟ بصوا طبعا برضو يا جماعه الكفته السواقه ده بنفسه اهو. بصوا هيدوق وهيقول لكم على الطعم. ايه رايك؟ تحفه قسما بالله. ايه رايكم بقى؟ بصوا صينيه العزومات اهو. البطاطس والشيبس، البطاطس الشيبس والبانيه والرز والكفته. ايه رايكم بقى؟ يا رب بقى الوصفات تكون عجبتكم، واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد. باي باي.